السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مرة طلعت على الكاميرا في ماتشات الترجي والنجم الساحلي غير لما أقول مبروك يا مكشخين يا أولاد. ده زمان المكشخين زهقوا من الكلمة، ده زمانهم زهقوا. ترجي والنجم الساحلي، طب الترجي بيلعب أي كلام هيفوز، طب بيلعب نص ونص هيفوز، طب بيلعب بأحسن حاجة هيفوز، طب ما بيلعبش خالص شايل اللعيبه من الملعب هيفوز. النجم الساحلي المفروض يجرب حظه في السباحه، اصل كره القدم ما فيش خلاص ما فيش مأوى دلوقتي في كره القدم، الموضوع مستحيل. جربوا حظكم في السباحه ولا بينج بونج ولا المسدس ولا اي حاجه، عشان الموضوع يا جدعان ما الناس زهقت من كتر مبروك للمكشخين. ترجي ونجم ساحلي مبروك مكشخين يا جدعان. ده النجم الساحلي، يعني ده النجم الساحلي. أنا في فرق كده في تونس طبعا، مصلحة الكرة في تونس لازم يبقى يعني الدوري التونسي، يعني انا مش عايز اتكلم كتير واخوض في الدوري التونسي واقول لك دورة التتويج ده، ويقول لك النجم الساحلي قبل ما يقابل الترجي جايب هدف واحد. يعني مش ده النجم الساحلي، مش ده النادي الافريقي، مش ده النادي الصفاقسي. يمكن الاتحاد المنستيري هو اللي بيحاول، الاتحاد المنستيري هو اللي بيحاول، ولكن الفرق دي فين يا جدعان؟ ايام زمان الادارات ضيعتكم وفي الاخر بتحطها في الترجي ملوش دعوه. الترجي وصل للمرحله دي او المرحله اللي بينزل فيها وبيطلع تاني بسرعه عشان الاداره. انتوا مشكلتكم الاداره رقم واحد، لا لعيبه ولا بتاع. ما هو الاداره فاشله هتجيب لعيبه فاشله، الاداره فاشله مش هتجيب فلوس، الاداره فاشله مش هتعرف تسوق لعيبه، الاداره فاشله هتكون زي ما انت شايف بهذا الشكل. على فكره يعني المدربين اللي انا بشوفهم في ماتشات النجم الساحلي اللي بيلعبوا نادي الترجي، يعني على فكره نادي الترجي اسال جمهور الترجي اليومين دول مش احسن حاجه. الترجي اخر 3 ماتشات، شوف الوضع بعد مباراه صن داونز، حاجه غريبه جدا وصلها نادي الترجي. يعني نادي الترجي بعد اقصاء صن داونز فقد تركيزه شويه، فان اخر 4 ماتشات في هزه حصلت في نادي الترجي، في دفاع نادي الترجي، في استقبال اهداف لاعبي نادي الترجي، في هزه حصلت لكاردوزو مدرب نادي الترجي. ولكن النهارده على الحظ جاي يفوق امام النجم الساحلي، وعلى فكره مش بكامل قوته، يعني الترجي النهارده مش بكامل قوته. لما تلاقي فريق زي النجم الساحلي والمدرب النهارده جاي يلعب بحوالي 3-5-2 في الملعب او 5-3-2 في حاله الدفاع، طب هل انتم لاحظتوا ان مثلا النجم الساحلي النهارده بيلعب خمسه ورا؟ مفيش. انت لو كنت جبت جوال، ده انت ما رحتش غير كورتين وجبت جوال. وانا قلت قبل كده نادي الترجي، لعيبه نادي الترجي او دفاع نادي الترجي تحديدا لما بينضغط عليه احيانا بيفقد تركيزه، والماتشات الاخيره بتدل على ذلك. ولما فقد تركيزه النهارده نادي الترجي، مع انه الاهداف كلها عكس السير، يعني يمكن الهدف الاول لا، الهدف الثاني كان عكس سير المباراه، لان الترجي اكتر استحواذ على المباراه، اكتر سيطره، اكتر صناعه فرص. ولكن النهارده نادي النجم الساحلي بيلعب دفاع مبالغ فيه، تلعب 5 ورا. طب انا ما حسيتش ان نادي النجم الساحلي النهارده بيلعب 5، لان شفت لعيبه نادي الترجي بتصنع فرص من عمق الملعب، وبتصنع فرص من على الاطراف، وفي تحركات بدون كرة بالنسبه لرودريجو وساسي، ولما بيطلع كمان بن حميده ومعاهم الباك اليمين. يعني انا ما حسيتش ان نادي النجم الساحلي مثلا النهارده الزحمه على الفاضي، الكتله على الفاضي، كتله بدون تنظيم، مفيش ربط بين نص الملعب والدفاع والهجوم، الهجوم معزول. ورغم ذلك راح جاب جولين. خلي بالك نادي النجم النهارده الساحلي سيء وراح جاب جولين. ليه؟ لان دفاع نادي الترجي بيفقد تركيزه. فانت لو انت كنت هاجمت وما كنتش بالغت في الدفاع، كنت ممكن ان تكون النتيجه احسن من كده. ولكن احنا حاجه متعودين عليها في ماتشات الترجي والنجم الساحلي، تلاقي الناس بتعمل حاجات غريبه كده امام الترجي، ورغم ان نادي الترجي ممكن ما يكونش في احسن احواله. يعني الترجي النهارده انا بقول لك عادي، يعني اللعب عادي، مش بيلعب بالقوه الكامله، لان في ماتش طبعا مرتقب امام النادي الاهلي، وده الفوز الاخير للنادي الترجي امام النادي الاهلي في الدوري التونسي، يعني عفوا قبل
نهائي امام النادي الاهلي. واعتقد ان نادي الترجي الفوز النهارده، اعتقد العناصر الاساسيه اللي لعبت النهارده هي اللي هتخوض مباراه النادي الاهلي. وكان مهم النهارده ان انت تلاعب العناصر دي اللي ما كانتش بتلعب الماتشات اللي فاتت عشان رجلهم تبقى في الملعب قبل لقاء النادي الاهلي. ولكن اعتقد بنسبه 100%. يا عم عشان ما تزعلش، بنسبه 99%. انا قلت الكلام ده قبل كده، يعني انا قلت من اسبوعين، قلت الترجي هياخد الدوري، يعني الدوري محسوب. النهارده اعتقد ان بفوز الترجي على النجم الساحلي الدوري حسم في تونس. واعتقد ان نادي الترجي هيكون تركيزه على مواجهه النادي الاهلي سواء في الذهاب او الاياب. والف مبروك للفايز وهارد لك للخاسر. ولكن دايما مواجهات الترجي والنجم الساحلي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الترجي دايما هو الفائز، سواء في احسن مستوياته، سواء بيقدم مستوى سيء، سواء بيقدم مستوى نص ونص. دائما الترجي بيفوز على النجم الساحلي. ودائما نادي النجم الساحلي ولاعبيه والمدرب بتاعه بييجوا في ماتشات نادي الترجي ما بيعرفوش يتعاملوا مع المباراه. زي ما قلت لك النهارده الترجي ما كانش بكامل قوته، والترجي برضه ما كانش بكامل تركيزه. والدليل ان كورتين بس جم على نادي الترجي النهارده دخلوا اهداف. فلو نادي النجم الساحلي النهارده كان هاجم او كان لعب اللعب العادي بتاعه اللي هو يعني غير الخطه وعمل كتله دفاعيه كده 5-3-2 او 3-5-2. واعتقد ان الكتله دي ما عملتش حاجه. احنا كنا بنشوف ساعات اوقات 1-على-1، يعني اذا في تفكك في الخطوط مفيش انتشار. الخطه دي عايزه ترابط، لازم تكون بتلعب كتله واحده، ما ينفعش تسيب مساحات، لازم تضيق المساحات. واعتقد الكلام ده احنا ما شفناهوش النهارده سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني. تحرك لعيبه نادي الترجي بين الخطوط، التحرك بدون كوره خلى لعيبه نادي الترجي متحرره، وخلى في صناعه فرص كتير لنادي الترجي، وخلى نادي الترجي يفوز النهارده بالمباراه رغم ان هو ما كانش بكامل قوته. الف مبروك لنادي الترجي وهارد لك لنادي النجم الساحلي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.